العالم اليوم حابس أنفاسه، والمواجهة المباشرة اللي كنا خايفين منها ما بقاش غير توقعات، بل ولات واقع كنشوفوه قدام عينينا. اليوم الشرق الأوسط تحول لساحة حرب مفتوحة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. والصادم هو أن دول الخليج دخلات لقلب العاصفة. واش حنا قدام بداية حرب عالمية ثالثة؟ والأهم من هادشي كامل، علاش المغربي خايف من الفاتورة ديال هاد الصداع اللي نايض بعيد عليه بآلاف الكيلومترات؟ السلام عليكم ورحمة الله. أنا محمد أمين، وهذه قناة ترند فلوس ديريكت. الأخبار اللي جاية من جبهات القتال كتحبس الأنفاس، تقارير دولية كتهضر على ضربات طالت منشآت حيوية، وتعطل كامل للملاحة في مضيق هرمز اللي هو الرئة اللي كيتنفس منها العالم بالبترول والغاز. هاد الروينة الجيوسياسية خلات أسعار الطاقة تطير في السماء، وهذا هو الساروت اللي كيهدد الجيب ديالنا هنا في المغرب. وخا حنا بعاد جغرافيا، ولكن اقتصاديا حنا في قلب المعمعة. المغرب كيعتمد بزاف على الاستيراد، وملي كيتخنق مضيق هرمز ثمن البرميل كيقفز لمستويات قياسية. هادشي كيعني مباشرة أن لتر المازوت وليسونس يقدر يوصل لأرقام ما عمرنا تخيلناها. ومنين كيطلع المازوت كل شي كيتبعو، الخضرة، المواد الغذائية، وتكاليف النقل. يعني ديك 100 درهم اللي كنتي كتقدى بها قيمتها غادة وكتدوب قدام عينيك. المحللين والاقتصاديين المغاربة كيحذروا من موجة غلاء غير مسبوقة، حيث علاوة مخاطر الحرب كتخلي تكاليف التأمين البحري تطلع، وهاد الزيادات كيوصلونا حنا في الأخير لوسط القفة. السؤال اللي كيطرح راسو اليوم، واش المغرب بالرهان ديالو على الطاقات المتجددة والمخزون الاستراتيجي غيقدر يمتص هاد الصدمة، ولا غنلقاو راسنا قدام غلاء كيهدد القدرة الشرائية للمواطن البسيط بشكل مباشر؟ بين صواريخ طهران وردود واشنطن كيبقى المواطن هو اللي كيدفع الثمن الأغلى. انتوما اشنو بان لكم؟ واش بديتوا كتحسوا ببوادر هذا الغلاء في الأسواق ديالنا؟ وهل كتعتقدوا أن الحل هو تسريع الاستقلال الطاقي للمغرب؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلكم ديما ترندات الفلوس والتحليلات اللي كتهمكم. تبارك الله عليكم.